مهدي بن ضو طبيب جراح بالمستشفى الجامعي الهادي شاكر بصفاقس، قام منذ فترة باختراع فريد هو الوحيد في العالم، تمثل في تطوير آلة تساعد في القيام بجل العمليات الجراحية دون ترك الآثار التي عادة ما تمثل مصدر إزعاج للمريض وخاصة الأطفال. براءة الاختراع هذه تتمثل في ابتكار وتطوير آلة تمكننا من القيام بالعملية الجراحية بالمنظار في البطن من خلال فتحة صغيرة. جينيرالمون ناخذ السرة، والآلة هذه تمكننا باش ما نخليوش نتوءات بعد العملية، وهي الآلة الوحيدة حاليا في العالم اللي تمكننا بالقيام بالعملية الجراحية هذه على الأطفال وعلى الكهول. الاختراع هذه هو متمثل في نقولوا احنا 3 كومبوزون، 3 مكونات. المكون الاول هما لي تروكار هذوما اللي يمكنونا من القيام بالعمليات هذه بطريقه سهله جدا وبكيفيه اللي لي زانسترومون اللي نستعملوهم ما يضربوش بعضهم وقت احنا نبداو نعملوا العمليه نتاعنا. 2 هي فيها 2 زانو هذوما اللي مش نخليو في وسطهم ان غون ستيريل اللي نلبسوها غواندوات في اليد اللي مش يدور الكل. والثالث هو سي ان كانال، سي ان انسوفلاتور يتسمى. الانسوفلاتور هذايا هو اللي مشي نعدي منه الهواء اللي باش يقوم عمليه نفخ ومنها نقوموا بالعمليات الجراحيه هذه. خاصيه الاله هذه اللي بعد ما نقوموا بالعمليات الجراحيه من خلال فتحه واحده تمكننا ما تخليناش سيكاتريس بعد العمليه. ورغم الأهمية الكبرى لهذا الاختراع الباهر الذي أشاد به جل الأطباء الذين اطلعوا عليه واستعملوه في عدد من العمليات الجراحية، إلا أن الصمت وغياب الاهتمام كان السمة الأساسية من طرف سلطات الإشراف التونسية، في حين احتضنت تركيا هذا الاختراع وقامت بدعمه وتصنيعه. الأتراك أمنوا بالمشروع وأمنوا بالفكرة، التوانسة لا، وديما نفكروا في الفلوس في تونس. هذايا ما ينجحش، هذايا صعيب كان نعملوه. بالرغم اللي احنا توا قاعدين نحاولوا ان شاء الله نحاولوا باش نقوموا بالانتاج الكل يكون في تونس، مي ثم امكانيات لازم العباد تعاوننا باش نوصلوا بالانتاج يكون 100% تونسي. توا الانتاج 100% تركي والتوزيع تونسي، مي احنا نحبوا توزيع وانتاج يكون تونسي 100%. من حين إلى آخر تتزايد أعداد المخترعين التونسيين دون أي سند مادي أو معنوي من الدولة التونسية، التي لا تستثمر في مجال البحث العلمي سوى بعض الآلاف من الدنانير، في حين تستورد التقنيات والتكنولوجيا من الدول المتقدمة بما قيمته عشرات الملايين من الدنانير. فإلى متى سيتواصل تهميش الاختراعات والبحوث العلمية في بلد يعج بالمخترعين؟